آم، الواحد بيسأل في سؤال غريب شوية. هو أنا لو قدامي أو قدر ليا إن حياتي لن تستمر أكثر من 180 يوم. 180 يوم يعني 6 شهور بالظبط. 180 يوم هما آخر 180 يوم في حياته كلها، آخر 6 شهور في حياته كلها. هتقولي اشمعنى أنت اخترت المية؟ اشمعنى أنت اخترت الرقم ده يعني 6 شهور؟ ما قلتش مثلا آخر شهر أو آخر أسبوع أو آخر سنة؟ هقول لك إن 6 شهور مدة متوسطة بين طول الأمد، والواحد ياخد كده عنده إيه، أمل واسع جدا وطويل جدا، والتسويف هيبقى رهيب جدا لو عرفت إنك أنت هتموت بعد سنة، أو أو آخر أسبوع ليك في حياتك، يعني تحس إن أنت باليأس، هعمل إيه في أسبوع يعني. لكن لو قدر ليك إنك أنت حياتك هتنتهي بعد 6 شهور، هتعمل إيه؟ هنا في عظماء مروا بنفس التجربة. كان اجالهم مش فقط ممتد 6 شهور زي ما انت فاكر، او زي ما انا قلت لك دلوقتي، لا ده ممكن تمتد لايام قليله. هم عملوا ايه بقى دول؟ عندي موتزارت او فوليفيج اميديوس. موتزارت الموسيقار النمساوي المعروف، كان فاضل على موته حاجه بسيطه، ايام معدوده. عمل ايه بقى؟ الف لنا اكتر سيمفونيه ابداعيه في كل سلاسل سيمفونياته. ده موتزارت ألف سيمفونية موسيقية عبقرية في آخر لحظات حياته، وكأنها وكأنها الموسيقى دي بتزف في جنازته. يعني هو عارف إن الموسيقى دي آخر موسيقى هتنزل في حياته كلها، وهي اللي هتزفه في جنازته. ده كان موتزارت. الحاجة التانية، شخصية غريبة جدا، الفيلسوف اليوناني إبيكيروس. إبيكيروس ده فيلسوف يوناني، آخر أيام حياته كان بيعاني من مسألة الحصوة في الكلى. كان الألم مؤلم جدا عليه، كان بيتبول دم، وكان عنده حصوة في الكلى. مشاكل بقى، مشاكل صحية كبيرة جدا. ولكنه بعت رسالة في آخر يوم في حياته، في آخر يوم في حياته بعت رسالة لصديقه بيقول له فيها إيه؟ أنا أحدثك اليوم. رسالة كده بعتها لإيه؟ لصديقه. بيقول له إيه؟ أنا أحدثك اليوم، آه، أحدثك في أسعد أيام حياتي، وأريد منك أن تفعل لي كذا كذا. بيتكلم وكأنه هو هيعيش وكأنه مثلا قدامه 10 سنين عقبال ما يموت. لكن لا، هو قال أنا أحدثك في أسعد أيام حياتي، في أسعد يوم في حياتي، وأريد منك أن تشتري لي بعض اللي مش عارف إيه، ويشتري لي حاجات وعامل لي حاجات. إيه، بيتكلم كأنه هو هيعيش مثلا 100 سنة قدام. لكن لا، قال لك أنا بحدثك في أسعد يوم في حياتي، آخر اليوم ده مات. بسبب ايه؟ الحصوة زادت عليه جدا، حصوة الكلى، ومات في الآخر. ماري كوري. ماري كوري مثلا، الفيزيائية والكيميائية المعروفة اللي خدت جايزة نوبل في الفيزياء والكيمياء، مالها بقى؟ ماتت بسبب الإشعاع، إشعاع زيادة، كانت بتتعرض لأشعة إكس كتير. فماري كوري ماتت في آخر يوم في حياتها رغم الإنهاك الشديد والمرض الشديد. ماتت بسبب إيه بقى؟ بسبب الإشعاع، زي ما قلت لك، إشعاع زيادة. ولكنها ماتت في المختبر بتاعها، يعني ماتت وهي بتعمل التجارب بنفسها. انت تسألني شخصيا، طب انا محمد حسن شتاين افضل تفضل تموت ازاي؟ احنا عارفين طبعا في الاسلام ان المسلم اخر ما يعني يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. فلو انت مثلا كنت ميت على معصية او على حاجة، تبعث عليها، وهكذا. انا اتمنى، امنية حياتي، ان ربنا يقبضني يعني وياخد روحي كده، وانا ماسك الموبايل وبتصفح احد الكتب، او بقرا احد المقالات على اي موقع من المقالات. انا عايز اقابل ربنا على هذه الوضعيه، وضعيه طالب العلم. احب جدا كده. يعني اتمنى ان اخر لحظه من لحظات الدنيا بتاعتي تكون فين؟ تكون وانا ماسك كتاب، وانا بتعلم، وهكذا. او حتى وانا بتفرج على فيديو علمي او ثقافي او محاضره معينه كده.
أحب أتوفى على هذه الوضعية اللي أنا شايفها أعظم وضعية على الإطلاق، أعظم وضعية على الإطلاق. كل واحد من العظماء سواء كان عظماء الإسلام أو عظماء حتى الغرب توفى على ما عاش عليه. تلاقي مثلا واحد طول حياته بيصلي منتظم على الصلاة، يموت على الصلاة، يموت وهو بيصلي. تلاقي واحد منتظم دايما طول حياته على الصيام، طبعا كل سنة وانتم طيبين رمضان داخل. واحد ملتزم طول حياته على الصيام، يصوم اثنين وخميس، الأيام البيض، رمضان، شوال 6 أيام من شوال، شهر رجب أو شهر شعبان وهكذا. بتلاقيه بيتم قبضه على هذه الوضعية. ليه؟ اللي هو تعود ومارس العادة دي أو العبادة دي لحد ما توفاه الله على هذه الوضعية. إذا أمنيتي الخاصة إني أموت وأنا بتعلم. متعرفش العمر، ممكن أموت قريب، ممكن أموت في أيام قليلة أو أشهر أو حتى النهاردة، الله أعلم. فالفيديو ده أنا سايبه للذكرى، ربنا يستر علينا كلنا. كان معكم دكتور محمد حسن شتاين، أشوفكم في فيديوهات قادمة بإذن الله، وسلام.